لعبها اماميه، لكن المحاوله فيها كره الان خطيره، التسديده لكن الكره اصطدت. وربما هناك قرار، فعلا هناك لمسه يد واضحه في اللقطه الماضيه. بيتر الان حكم اللقاء، ركله جزاء يحسب للمنتخب الكولومبي، ركله جزاء يشير حق ماساكي وايضا فالكاو على التنفيذ فيها كره الان يسجل الهدف الاول في هذا اللقاء. فالكاو يسجل هدف التقدم للمنتخب الكولومبي، يتقدم من ركله جزاء، لكن حاول حارس المرمى ماساكي بالتصدي بنفس الجهه، وهنا الفرحه الكبيره الان لعشاق ايضا المنتخب الكولومبي. الاسم الكبير ايضا، لاحظ هنا الكره اللي صدت للاعب توماسيو، وبعد ذلك ايضا شاهدنا في التنفيذ، يلعب الكرة أطهر الطاهر والتسديدة والهدف الأول. الهدف الأول سيف تيري يدون الهدف الأول لصقور الجديان، والفرحة الأولى لصقور الجديان. تقدم للأمام بجانب إيميليو، ويضعها بصورة جميلة. منتخب غينيا إيميليو يتقدم للأمام في مواجهة يونس ويضع الهدف الثاني. إيميليو لوبيز إذن يدون الهدف الثاني في المباراة لصالح منتخب غينيا. ثاني الأهداف للمنتخب الغيني. والمحاولة هنا للتقدم والفرصة لهدف رابع، نعم هدف رابع يأتي لصالح منتخب غينيا الاستوائية. يجتهد منتخب السودان، لكن غينيا هي من تسجل، غينيا هي من تدون وتحرز الأهداف وتأتي بالأهم بالنسبة لها. 4 أهداف مع الختام، نتيجة قاسية على صقور الجديان هنا في أرض السودان. ميكوي تنفيذ ثنائي، ايمن بن محمد في القائم الثاني والهدف الاول. اصرار من سيام بن يوسف، الثالثه ثابته في مناسبتين، تدخل معاه في الاولى سيبونيسو، تدخل معاه في الثانيه ميكوي، والثالثه ثابته من سيام بن يوسف في شباك جينينزا. مساكني للخنيسي، ياسين الخنيسي يرجع بدري والهدف الثاني. انطلقت من المساكني الخنيسي بدري بين مدافعين على مستوى المحور. انيس البدري يضيف الهدف الثاني للمنتخب التونسي. يعني في كل مره المنتخب التونسي يحاول يرفع ايقاع ونسق اللعب الا ويوصل لمرمى اسواتيني. منتخب اسواتيني كشريده ممكن الثالث الهدف الثالث. نعيم سليتي عمل كبير قام به وجدي كشريده، هذا الظهير الواعد المدافع الشاب كشريده يؤكد احقيته بدعوته لتحسيس المنتخب التونسي في ظل اداء واستقرار مع النجم. يؤكد توغل بعد التنفيذ. علي معلول كرة بالراس والهدف الرابع. يعمل الحارس ياسين مرياح قبل الحارس ميسيبي. شوف الخطأ اللي قام به حارس منتخب اسواتيني، يخرج ما يلقى شيء، يلقى الكرة في الشباك من راسية لياسين مرياح، عرضية علي معلول. شوف خروج الحارس عمر، يتعدى بن عمر، كرة والهدف الخامس. نعيم سليتي الهدف الخامس. نعيم سليتي تجاوز محمد صلاح. 5 أهداف لسليتي والثنائية في هذه المباراة. برتراند تراوري عدى فات خطير ممكن يسدد، والهدف الاول لمنتخب بوركينا فاسو ياتي بهذه الطريقه الرائعه عن طريق اللاعب برتراند تراوري. يفتتح التسجيل اذا برتراند تراوري بهذه اللعبه الرائعه، عدى مر فات وهيأ لنفسه مساحه رائعه جدا، سدد صاروخ في الزاويه اليمنى العليا
ليسجل هدف رائع للمنتخب البوركينافي ليتقدم. كرة لأسامة درفلو، الكرة لبن ناصر على الجهة اليمنى، يلعب كرة خطيرة، جول بابا رائعة، يفتح مجال التسجيل مهدي عبيد، يسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري وهدفه الأول في تاريخ مشاركاته مع الجزائر بعد 6 مباريات. الكرة البينية خطوات يصنع بها الفارق المنتخب الجزائري. كنا نقول بأن المهارة الفردية هي كرة خطيرة جول للمنتخب الجامبي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة في الوقت بدل الضائع، وهدف التعديل لصالح المنتخب الجامبي. هذا اللي كنا نتحذر منه. منتخب الجزائر أو منتخب الهند أو تايوان أو المنتخب الانجليزي في محاولات البحث، وهنا كرة خطيرة، جول بعد البحث في كرات الأسود الثلاثة. هنا تضرب نعم المنتخب الانجليزي بأول أهداف هذا اللقاء. رحيم وصلت إليه الكرة مثل ما كان يريد، وسانشو نعم يواصل تمريراته وهدايا. الأمر لا يقتصر على فريق بروسيا دورتموند، كذلك الآن في فلينكا. هاري كين ماكينة الأهداف تستمر عن طريق هاري كين. نعم أهداف وكرات، ومن علامة الجزاء استطاع أن يضيف عدد أهداف مع المنتخب بكرة يمينية قوية. تمريرة والكرة ما زالت رحيم خلاص الثالث من رحيم. نعم خلاص هي لا تريد إلا أن تعانق الشباك يا رحيم، فكانت في الشباك واستقرت في الشباك بالكرة اليسارية التي وصلت إليه مثل ما كان يريد، وبالتالي عملية الانهاء بهدف ثالث. الأسود الثلاثة تضرب بالثلاثة أمام المنتخب التشيكي. شاهد الكرة والانطلاقة والسرعة والتمريرة اللي لديه الكرة. رحيم نعم هو كذلك الهاتريك من رحيم ستيرلينغ في الشباك التشيكية بالتسديدة اليمينية، واحدة باليسار وأخرى باليمين. هنا رحيم ستيرلينغ يسجل الهاتريك في هذا اللقاء، سجل 4 أهداف ما قبل هذا. انطلاقة سريعة، أوتسون يتقدم توماش كالاس بالخطأ في مرمى تشيك، وخامس الأهداف للإنجليز. المنتخب الإنجليزي وعبر توماش كالاس الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه. 5 الآن أصبحت النتيجة للإنجليز. شاهد الكرة عن طريق يودوي، سدد كرة وكأنه الارتباك. الله لا الله يا بول بوجبا، يا سلام على بول بوجبا. نعم الانهاء من أنطوان غريزمان كان غاية في الروعة، لكن العطر الفرنسي الله يا سلام. لا زالت لديه الكرة، وهنا لدينا ثالث الأهداف عن طريق جيرو. نعم يأتي الثالث مشاهدينا ويسجل أوليفر جيرو. كرة عرضية كانت موجودة من ماتودي، نقلات حاضرة نعم لفرنسا، وفرنسا تسجل ثالث أهدافها في مرمى مولدوفا. ولم نعم بالنسبة لفرنسا في مرمى مولدوفا. وهنا لدينا الله، فرنسا تضع الثاني
عن طريق رافائيل فاران. وهنا الآن في كل دقيقتين سنشاهد ربما هدف لفرنسا. غريزمان على القائم الأول، يتحرك فاران ويضعها في مرمى مولدوفا كثاني أهداف منتخب فرنسا. هكذا لذلك هذه كلفة أحيانا الأخطاء. وهنا رابع الأهداف. نعم، لا بد أن يسجل كيليان مبابي هدفا لفرنسا في هذه المباراة، وهذا الأمر قد حصل الآن لمبابي واستطاع أن يسجل في مرمى مولدوفا بهذه الطريقة في الدقيقة السادسة. مبابي، الله، مولدوفا تسجل. وهنا الفرحة السياسية الكبيرة التي تأتي، ومولدوفا تسجل وتهز شباك فرنسا. واعتقد هو الانتصار أن تسجل في أبطال العالم، فعلتها مولدوفا. عبيدة، كرة في مناطق الأرجنتين، فرصة الهدف، والهدف عن طريق الخطير سالامون راندون مهاجم نيوكاسل يونايتد. يعلن عن تقدم منتخب لافينو. فنزويلا تتقدم عن طريق البيستيا الوحش، عن طريق الجلاديادور، عن طريق الملك سالامون يتقدم. كرة ضربة دفاع أرجنتينا. كرة تنقل بالسرعة، منتخب الفنزويلي في الهجوم، التسديد الثاني والهدف الثاني. روعة ومن رواية الفنزويلي. هذه الكرة كرة مورايا يسجل الثاني، وفنزويلا منتخب رايع في مرمونتا. المنتخب الفنزويلي لا يستسلم، يلعب حتى اللحظة الأخيرة. جون موريا يعزز منتخب مع هجمة سريعة للأرجنتين. لوتارو يرجعها مارتينيز، يرجعها من الدبابة. الأرجنتين تسجل بهجمة سريعة. هندسة ليو، هندسة البرغوث، وحسمها لوتارو مارتينيز يسجل ثاني هدف دولي بقميص الأرجنتين. الأرجنتين ترجع، محاولة خطيرة، فرصة تسجيل، خوسافي راوغ، والحكم حسب فوز. يتقدم مارتينيز، يسجل، يدعى باقتدار عكس تحرك أرماني. وفنزويلا 3 الأرجنتين 1. أرجنتين ميسي حايرة في ملعب واندا. أرجنتين ميسي مسكينة في مدريد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا